قد ايه الدين الاسلامي ده دين واقعي لدرجة مذهلة. دين مش مستني من الناس اللي هي تكون ملايكة او تكون ناس مثالية. يمكن عشان كده هو اخر الاديان. البشر خلاص فهمت من الاديان اللي فاتت القواعد الاساسية: ما تقتلش وما تسرقش وتوحيد ربنا. عشان كده في ناس كتير قوي بتلاحظ ان الدين الاسلامي بيدخل في حياة الناس بشكل تفصيلي، بيقولك تاكل ايه وتمشي ازاي وتعيش ازاي. في ناس شايفة ان ده تكتيك، رغم ان ده في الحقيقة طريق مختصر جدا لرحلة بحث طويلة بتعيشها ناس كتير قوي في انها تبحث عن نفسها. ربنا بقى يا صاحبي ريحك من رحلة البحث ديت واداك دين على طبق من ذهب. لو تعرف ربنا سبحانه وتعالى اختصر عليك ايه، مش هتبطل تحمد ربنا. يعني مثلا هتتعجب كتير قوي ليه الدين الاسلامي حرم اكل اللحوم الميتة او حرم اكل الخفاش. مثلا لو جيت من 1000 سنة كده وجيت تقول ان اكل اللحوم الميتة او اكل الخفاش ده هيكون سبب في وباء عالمي، ما كانش حد هيصدقك وما كانش حد هيفهم انت بتقول ايه. لو اتأملت بقى في الصلاة والخشوع وتقول انا هستفاد ايه من الصلاة، ليه انا هطلع وهنزل، محدش هيفهم ليه بيطلع وينزل في الصلاة. تعال بقى شوف دلوقتي ايه اكتر حاجة بتجيب سلام نفسي عند مشاهير العالم كلها. اه، انت عرفتها كده، ايوه هي اليوجا. بتمرن نفسك وذهنك ومطلوب منك بقى ايه؟ انك تصفي ذهنك خالص وتشيل اي حاجة من ذهنك. مطلوب منك بس تركز في السلام النفسي. هو ده الخشوع بتاع الصلاة. ابدأ بكلمة الله اكبر. الله اكبر من الدنيا، الله اكبر من الهموم ومن المشاكل. تصفية كاملة للذهن وترك بقى الدنيا كلها خالص، كل هموم الدنيا بتسيبها وبتركز بس في خشوعك في الصلاة. الصلاة في أوقات محددة وثابتة عشان تبقى العمود اللي بيتسند عليه الناس. الدين الإسلامي مش دين رهبنة، ولا هيطلب منك انت يا إنسان اللي ليك شهوة في الدنيا انك تعيش راهب، بس هيقولك ازاي تعيش دنيتك وتتمتع بيها من غير ما تخسر آخرتك. الدين الإسلامي دين واقعي، مش هيطلب من الإنسان اللي هو ما يعملش ذنب. انت بشر ومتوقع ان انت تعمل ذنب عادي خالص، بس برضك متوقع منك انك تتوب وتستغفر. الدين الاسلامي ممكن الناس تشوفه اللي هو بيدخل في حياة الناس بزيادة، ده حتى وانت داخل الحمام بيقولك تقول ايه؟ اصل ربنا عارف في ايه جوه وانت مش عارف، لان ربنا سبحانه وتعالى اضرب خلقه. من الاخر كده الدين الاسلامي ده هو طريق مختصر، طريق مختصر بينجيك من الدنيا ويدخلك الجنة في الآخر. مفيش نعمة في الدنيا قد إنك تكون مؤمن وموحد بالله. يبقى لازم تقول الحمد لله. لازم تحمد ربنا على إنك مسلم. الحمد لله اللي إحنا اتخلقنا مسلمين.